وتبقى الأسئلة كما هي ولم تتغير. فإيه بالظبط اللي موجود ورا الجدار الجليدي؟ الجدار اللي موجود في آخر كوكب الأرض اللي بيحيط بالكرة الأرضية من جميع النواحي. يا ترى بالظبط إيه اللي موجود وراه وإيه الإشاعات اللي طلعت على اللي موجود وراه؟ ده كله هنعرفه في الفيديو ده. الحكمة بتقول ما خفي كان أعظم، عشان كده اللي ورا الجدار الجليدي عظيم جدا، ومفيش حد من البشر العاديين وصل ليه لحد دلوقتي، واللي وصل هناك وشاف كان بيلقى مصيره من الموت في نفس الوقت، وده كله عشان ما ينقلش السر الكبير اللي موجود ورا الجدار. في البداية حابب أعرفكم بنفسي للناس اللي مش عارفاني، أنا أحمد شكر ودي قناتي فانتوم، هتلاقي عليها كل حكايات الرعب والغموض اللي تحب تسمعها. ولو أنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله. يعني اللايك والسبسكرايب اللي أنت بتعمله بتبقى حاجة بسيطة منك تقديرا للمجهود اللي أنا ببذله عشان أقدم لك فيديو بسيط زي ده تستمتع بيه. من فترة على ما أتذكر من حوالي شهرين نزلت فيديو كنت بتكلم فيه عن الجدار الجليدي، وواجهت كمية انتقادات ملهاش أول من آخر، وده كله بسبب إن اللي كان بيسمع الفيديو ما كانش بياخد المعلومة كاملة وما كانش بيسمع الفيديو لحد الآخر، فبالتالي كان بياخد المعلومة ناقصة وبيفهم مني اللي أنا بقول معلومة غلط. وعشان ما أطولش عليكم أكتر من كده في المقدمة، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. وبرضه ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين وفي العالم كله إن ربنا يفك كربهم. الجدار الجليدي هو واحد من أكبر وأهم التكوينات الطبيعية اللي تم اكتشافها على وجه الأرض، وارتفاعات الجدار في الأغلب بتعدي ال 200 متر، يعني بكل بساطة صعب إن أي حد يتسلق عليه ويطلع يشوف إيه اللي وراه، والإنسان بطبعه فضولي بيحب يكتشف العوالم الخفية اللي تخص العالم، لأن مش من المعقول إن الجدار الجليدي يكون هو نهاية العالم أو نهاية الكرة الأرضية، وبالتأكيد و100% إن موجود ألغاز كتيرة ورا الجدار ومحدش اكتشفها لحد وقتنا الحالي، وده كله بسبب الحراسات المشددة عليه من سفن حربية وطيارات حربية ودوريات متتالية 24 ساعة في اليوم في كل مناطق الجدار الجليدي. وفي أساطير كتير بتؤكد إن يأجوج ومأجوج هم مكانهم الجدار الجليدي، وإنهم موجودين ورا الجدار من آلاف السنين، وإنهم منتظرين وقتهم اللي ربنا هيأذن بيه عشان يخرجوا من ورا الجدار. والمعلومة دي تكاد تكون غير صحيحة، لأن القرآن ما ذكرش أو حدد المكان اللي هم موجودين وراه، وكل اللي ربنا قاله لنا في القرآن إن هم موجودين ورا صرح عظيم. ولو بصينا وحسبناها بالمنطق فهنلاقي إن الجدار الجليدي عمره ما كان ولا هيكون صرح عظيم، لان بكل سهوله الجليد من المحتمل ان هو يدوب ويبقى ميه، ومفيش حاجه اسمها صرح عظيم يتهد بالسهوله دي. فعشان كده الاساطير دي عباره عن خرافه، والاساطير ما وقفتش لحد كده وبس، لا وكمان بتقول ان قاره اطلانتس موجوده ورا الجدار. واحنا برضو لو شغلنا دماغنا لمده ثواني بس كده هنلاقي ان الاساطير دي بتكذب علينا. لا ومش كده بس، ده بتبيع لنا السمك في الميه، لان ازاي قاره كامله غرقت عند النقطه واحد هتتحرك وتروح عند النقطة 2 اللي هي الجدار الجليدي إلا إذا كان مكانها بقى ورا الجدار. غير كمان إن في أقاويل بتقول إن ورا الجدار في منظمات سرية لقواعد لكائنات فضائية، بحيث إن هم يقوموا بتجارب علمية بعيدا عن عيون البشر. معلش بس هل الكائنات الفضائية الدنيا ضاقت بيها وما لقيتش إلا غير ورا الجدار؟ والإشاعات ما وقفتش لحد هنا وبس، لا ده فضلت مكملة لحد ما قالوا إن ورا الجدار الجليدي في بوابات زمنية، وإن البوابات دي بتودي لعالم تاني وعوالم موازية لينا، وإن الفضائيين اللي موجودين ورا الجدار بيستخدموا البوابات دي عشان يتنقلوا ما بين العوالم براحتهم. أنا عارف إن كل الكلام ده عبارة عن إشاعات، بس خلونا متفقين إن الإشاعات دي مش هتتقال بدون سبب. الكلام ده اتقال لما الناس شافت أضواء غريبة بتحصل في السماء، وخاصة في جزء من السماء المحيطة بمساحة الجدار الجليدي، يعني بالظبط في السماء اللي فوق الجدار. فالناس ربطت الأحداث ببعضها وقالوا إن أكيد اللي بيحصل ده بسبب الفضائيين، وإن من الأكيد وبالفعل في أبواب زمنية بتودي لعوالم تانية. وكمان برضو الإشاعات كانت بتقول إن ورا الجدار في قواعد عسكرية
كبيرة، والقواعد دي اللي بيملكها للدول والمنظمات الكبيرة اللي بتدير العالم، ومنهم طبعا الماسونية. وعايز اقول لكم ان هو من الاكيد ان الماسونيين هم اللي متحكمين في كل حاجة بتحصل في العالم، وهم برضو اللي بيبقوا قاصدين يوصلوا لنا الاشاعات اللي بنسمعها. بس انا من رأيي ان مفيش قواعد عسكرية ورا القضاء، لان لما دولة كبيرة زي امريكا تحب تعمل قاعدة عسكرية كبيرة وسرية مش هيكون ملجأها الوحيد ورا القضاء. وفي الفيديو ده حابب ان انا اضيف النظرية بتاعتي ورأيي الشخصي، وان فعلا ان الجدار الجليدي هو وراه مكان سري، والسبب اننا بقالنا كتير بنشوف علماء ودكاترة بيختفوا عن عيوننا في ظروف غامضة. فمن الواضح خالص ان المتسبب في كل الاختفاءات اللي بتحصل للناس دي هي المنظمات المتحكمة في سرية الجدار الجليدي اللي هم برضو الماسونيين. ولما الناس دي بتختفي من المحتمل ان هم بيكونوا موجودين ورا الجدار، وبيبقوا موجودين في مختبرات وبيشتغلوا على تجارب علمية وعملية، واللي بيستفاد من كل التجارب دي هي المنظمات السرية اللي هم برضه هفضل اقولها كل شوية الماسونيين. ومن الاغلب كمان ان ممكن تكون المنظمات دي هي اللي بتطلب منهم يشتغلوا على فيروسات بحيث انها تنتشر حوالين البشر باسرع طريقة وتقتلهم، ده كله عشان ينهوا على حياة البشر ويوصلوا اللي في دماغهم بطريقة ذكية وغير مباشرة. وده طبعا زي ما شفنا في الفترة الاخيرة جدري القرود، وقبليه كانت كورونا، وكورونا حرفيا كانت من اصعب الفيروسات اللي قفلت العالم كله، وكل دولة كانت قافلة مطاراتها ومستكفية بالمواطنين بتوعها. والسبب الاهم كمان في انهم ينشروا الفيروسات دي خطتهم انهم يوصلوا للمليون الذهبي، وخطة المليون الذهبي هيترتب عليها رأي التاني، وهو ان من الوارد اللي يكون ورا الجدار الجليدي صفوة العالم. بكل بساطة يعني اغنى اغنياء العالم، وبيرتبوا مع بعض خطتهم انهم ازاي يوصلوا للمليون الذهبي. وللعلم اي حد بيحاول ان هو يروح عند الجدار بيتمنع سواء باللين او بالقوة، واي حد بيحاول ان هو يقرب من الجدار بيحذروه 3 مرات ان هو يبعد، ولو ما بعدش بيضربوه بالنار مهما كان من اي دولة، لانهم واخدين تصريح بكده ان ممنوع اي حد يروح عند الجدار. وفي الفترة الاخيرة في مركب راحت عند الجدار الجليدي وصورت، بس للاسف ما لحقوش يصوروا اي حاجة وهم اختفوا، وحرفيا ما لهمش اي اثر لحد وقتنا الحالي. وهتبقى الأسئلة بتدور في عقولنا كل مرة بنحاول نعرف فيها ايه اللي موجود ورا الجدار الجليدي. يا ترى ايه اللي موجود ورا الجدار الجليدي؟ وليه كل الحراسات المشددة دي؟ وليه كل الاهتمام بسرية ما وراء الجدار؟ بس كده وبكده نكون وصلنا لختام قصتنا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت لان ده بيفرق معايا جدا، واعمل كمان شير مع اصحابك عشان يعرفوا هم كمان ايه سر الجدار الجليدي. واخيرا انا احمد شكر، وحكاياتي دايما في انتظاركم.